أهلا بكم من جديد في حلقة من حلقات مشاهد مع الشيخ عباس بتاوي، مغسل أو مكرم الأموات. طبعا شيخ، أول شيء حياك الله معنا في هذه الحلقة الثانية. الله يجزيك خير. شيخنا، السحر والقبور، السحر والجثث الأموات، السحر والكفن، السحر، نسمع قصص وأنا تجيني اتصالات أحيانا وفي ناس تسألني هذا السؤال، لكن أنا ما شفت. إيش خبرتك شيخ في السحر مع المقابر؟ خبرتي بالنسبة للسحر في المقابر من زمان خبرة طويلة، لكن بالنسبة لوقوفي لها لا، يعني كوقوف شخصي بالنسبة للناس مسحورين موتى، هذه من النادر. من القصص اللي سمعتها وتراودكم كثير، انه الناس تعتقد انه السحر في المقابر من اقوى انواع السحر. ليش؟ لأن القبور هذه عليها ملائكة، والقبر الواحد فيه أكثر من 30 ميت، فمنهم الصالح ومنهم غير ذلك، فعليها ملائكة القبور. فيعتقدوا أن السحر في وسط المقبرة هذه، في وسط القبر ما يفتح. ليش؟ عشان الملائكة. فأغلى سحر وأقوى سحر اللي هو سحر المقبرة، قد يصل السحر إلى 5000 ريال. شيخ، شنو تقصد سحر المقبرة؟ شنو يعني؟ يعني طبعا في بعض الموتى يجوا مجهزين مغسلين في بيوتهم أو في مكان، خاصة في بعض الدول بالنسبة للنساء ما يغسلوا إلا في نفس البيت. فطبعا يجينا معاه تصريح الدفن وتبليغ الوفاة جاهز. إيه جاهز، نصلي عليه ونوديه على القبر. القبر هذا ينزل مع زحمة الناس، طبعا أنا جالس فوق، أنا أنزل أقرب الناس له، فيجي مع زحمة الناس يوضع هذا السحر إما تحت رقبة الميت أو تحت ظهره أو بين يده، وما حد يشوفه. ما حد يشوفه طبعا، بخفة. كيف نحن نعرف إنه هذا سحر؟ السحر هذا لما نجي تتنظف القبور، الدود يأكل كل جسد الميت ما يخلي شيء، ويأكل الكفن، فيبقى هذا السحر إما موضع الرأس أو موضع تحت ظهره أو عند رجله. على شكل شنو هذا السحر؟ هذا السحر جمعتها في علبة الحليب النيدو الكبيرة، من طلاسم إلى حدائد إلى يعني كتابات كذا غير معروفة، مربعات فيها حروف، كلها موجودة في الجرائد وعندي صورها. عفوا شيخ، والخبيث الساحر يدفن مع الميت؟ نعم، باعتقاد انه عليه ملائكة ما يقدر يجيبوا القرين. يعني لو السحر حصل في في اخر القطب الجنوبي ممكن انه القرين يجيبه، لكن في داخل المقبرة لأقوى سحر ما يخرج السحر هذا الا اذا فتح القبر. فهذا من اقوى انواع السحر اللي في المقبرة. لكن الشاهد في هذه القصة يا اخويا نبيل، ان بعد ما جمعت هذه الكمية واتصلت بالشيخ علي المقبل، الشيخ معروف الشيخ، نعم، على اساس اني اديله السحر هذا، لاني ما اعرف، انا ما هي اختصاصي. نعم. خاف احرقها يتلبس السحر فيها، خاف في ناس متخصصين اللي يفكر. في ناس متخصصين في الحاجة. وما لقيت الشيخ، لكن عرفت انه جاء جدة، وقلت اني اروح اودي له هذه العلبة. اقسم بالله العظيم، شوف في هذه الليلة ان العلبة يا شيخ كانت في موضوعها في سيارة ولدي، ما حد يسوقها ولا حد يقربها، في محل ما يخطر على بال أحد، تحت الاستبنة محطوطة. يوم جيت رايح للشيخ اتخفت العلبة كاملة، وفيها أكثر من 1000 سحر. اختفت كاملة، حتى إني مسكت ولدي وحقق معاه ولا تحقيق الشرطة. كيف اتخفت؟ سألت أحد المشايخ قال منهم فيهم هم يشيلوها، نفس السحرة الشياطين الجن يشيلوها. ولغاية يومك هذا أنا مستغرب، علبة كاملة فيها أكثر من 100 سحر وطلاسم. من اللي وضعها في المكان هذا؟ أنا وضعتها وما لقيتها. جمعتها، أيوة، ما يدري حتى ابني يروح في سيارة عمل ما يدري عنه، يودي سيارة المغسل يغسلها وما يدري إن هذه تحت الاستبنة، واختفت فجأة كده. وأنا قيدي أمس، يمكن شيخ واحد ينظف السيارة. أبدا يا شيخ، أنا أمس حطيت فيها سحر وجيت اليوم عشان أوديه للشيخ. سبحان الله. يعني ما مضى على وضع للسحر في العلبة 12 ساعة. طيب يعني السحرة يتقصدون المقابر والأموات لدفن السحر طبعا
أهل الميت ولا النائب ينزل الميت مشغولين، ما يخطر على بالك. يعني مرة اتصلت علي إحدى الأخوات تقول إن، أو أحد الأخوة عفوا، إنه وجد شخص يجي في المقبرة في الليل ودفن شيء تحت جنب قبر، يقول راح شافه ولا طلاسم، دفنه بالليل ظن إنه ما في أحد يشوفه، وطلاسم عند القبر يدفن. يعني شو الخبث اللي فيهم؟ نعم والعياذ بالله. شيخ، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن بعض الناس الأرض ما تأكل أجسادهم مثل الشهداء وغيره. هذا في ناس تنكره، في ناس ما تصدق، تقول شنو يعني إن الجسد ما يؤكل؟ أنت شيخ لك خبرة في هذا الموضوع، شفت شيء بعينك مثل هذا؟ نعم، وأنا أحب أي واحد، يعني كويس أنك تطرقت لهذا السؤال، أي واحد يتصل فيها يبغى يتأكد من الكلام هذا، عندي صورته موجودة. أنا لا أقول لك عن فلان وعن فلان، عندي قصتين عن فلان فلان. عفوا شيخ، المشاهدين راح يشوفون الصورة اللي بتقولها بعد نعم شوية. أنا أديك الصورة وأنا وقفت عليها لرجل ما أعرفه ولا أنا غسلته، لكن لو تجيني وتقول لي أبغى ميت فلان مات في تاريخ كذا، أطلع لك من الملف التاريخ ومين اللي غسله وفين صلوا عليه صلاة الفرض الظهر العصر ورقم المقبرة اللي اندفن فيها حتى لو 20 سنة. هذا الرجل له 11 سنة، كل سنة يفكوا قبره، وزي ما ألمسك وتلمسني. جسده نفس الشيء، ما قرب الدود أبدا، كأنه دوب اندفن. وصورته هيك تشوفوها موجودة معايا. عادة عندي يجي حفار القبور كل يوم ربوع وخميس جمعة، كان أولا يجهز لي 10 مقابر، كل يوم يجهز لي 10 مقابر. متى؟ بعد صلاة الفجر. ففي بعض الإخوان الفضوليين يحبوا يتفرجوا وهو ينظف القبر. طبعا الناس يمكن ما تفهم شنو ينظف القبر، في دول نفس القبر يدفن فيه أكثر من شخص بعد نعم فترة. عشان قلة المقابر وكثرة الموتى. فلا ما نشيل العظام حقته ولا نشيل شيء، يلفها بنفس الكفن حقه ونيجي على الجنب الأيمن نحفر مسافة متر وينزل هذا الكفن زي ما هو وينظف محل الميت الثاني ويحط محل الثاني. فبعض الأخوة يجوا بعد صلاة الفجر يتفرجوا بس للفرجة يشوفوا بعض الكرامات هذه. فاضطريت إني أقول للحفار إنه يجي في بعد صلاة الظهر. ليش؟ شمس محرقة ما في أحد. نعم. قال لي يا شيخ أنت فوق أنا تحت بحفر فصعبة. قلت له احتسب الأجر عند الله ولا الإخوان يضايقوك في الصبح. ينزل يجهز ل 10 مقابر الربوع والخميس والجمعة. 11 سنة كل سنة يفكوا القبر ويجي ينظفوه لغاية ما جوني الأخوان قالوا لي ما صدقت. أنا ما صدقت. قلت ايش سووا؟ قال لما نشوفه بالجسم هذا نقوم ندفنه زي ما هو ثاني ونروح للقبر الثاني. قلت أجل السنة الجاية أنا أوقف عليه أشوف. لكن الشاهد اللي خلاني يعني أصدق القصة إنه بعض الإخوة ضعاف النفوس يجي يتبرك في هذا القبر. نعم. من دول ثانية، إما يأخذ شوية من تراب هذا القبر أو إني يتمسح فيه، حتى إني منعتهم فعملت يعني حاجة قضيت على حتى إنهم راحوا اشتكوني. طمست هذا القبر كله خليته متساوي مع جميع القبور عشان لا يعرف. عشان لا يعرف. يعني صحيح إن في ناس الأرض ما تأكل أجسادهم. نعم. هذا قد يكون لصلاحه، نعم. لدينه، لتقواه عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للشخص هذا عندما رجعنا للملف حقه 11 سنة وجد إنه من حفظة كتاب الله. الله. فأخويا نبيل اللي عرفوا 5 أو 6 من الحالات اللي وقفت عليها إن اللي ما يأكل جسدهم الدود حفظت كتاب الله القرآن والمحافظ على الصلاة وسيب الشهيد. نحن نتكلم على هذول الأخوان اللي أنت شفتهم ومريت بتجارب وشفت أجسادهم ما أكلتها الأرض. نعم. شيخ، في موضوع أيضا يمكن شوية يخوف بعض الناس لكن لازم نعرفه، مراحل تحلل الجسد، لأنك شفته بعينك أنت. نعم. ما هو كتاب نقرأ، لا الشيخ شافه بعينه متى يتحلل وكيف يتحلل الجسد. ويمكن قلت لي قبل الحلقة الناس ما تعرف الدود اللي يأكل الجسد من وين يجي وشنو مصير هذا الدود. هذا كله ودي أعرفه شيخ، لكن تأذن لي بعد الفاصل. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. شيخنا الفاضل، الإنسان اللي خلق الله في أحسن تقويم، هذا الشكل الجميل اللي الواحد يمكن حتى من الشمس يضع له كريمات، والنساء الآن ساعات في الصالونات للتجميل والتزين والميك اب، والرجال الآن أيضا يهتمون بأشكالهم ودعك من عمليات التجميل والعطر والزينة هذه كلها. بعد الموت شو يصير في هذا الجسم الجميل شيخ؟ هذا الجسم بعد هذه التغيرات التي ذكرتها، أو إذا كان عنده أموال وعنده قصور، كلها تذهب هباء منثورا. إذا دخل هذا الجسم القبر بعد 3 أشهر أو أكثر حسب تغير الجو، سوف ينتفخ البطن، ينتفخ ميت، ينتفخ داخل القبر من حرارة القبر. 3 أشهر و3 أيام. 3 أشهر، بعد 3 أشهر. نعم. هو في التحلل هو. نعم. بس بعد 3 أشهر ينتفخ. ليش؟ عندما ننزل الميت نحن نضع على جنبه الأيمن نحل الأربطة. نعم. تحليل الأربطة هذه لها حكمة. لو ما حلينا الأربطة، إذا بعد مدة الانتفاخ ينفجر الميت، لأن كل جسمه مربط. لكن عندما نحلل الأربطة، أول ما يتنفخ الميت يتنفخ لغاية ما تنفتح فتحة من جسمه، يرجع تاني يتنسم. عند التنسيم هذا يطلع العفن ويطلع الدود. إلى الناس تتطير وتتخوف إنه يفتكروا إنه الدود يخرج من القبر. بالنسبة للإخوان أنبه هنا إنه الدود ليس من القبر أبدا، ولا في دود ولا في حنشان ولا عقارب في القبر. الدود يا أخوان، الدود يا أخويا نبيل، يطلع من نفس الميت. عندما يعفن البطن يطلع دود من العفن من البطن، فيقعد يأكل في الميت كامل. الدود نفسه يتغذى على الجسد، هذا يتكاثر ويأكل في الميت كامل لغاية ما يبقى ولا شيء في الميت. طبعا أي آخر شيء بالنسبة للجمجمة وبالنسبة للسان ما يبقى آخر شيء. فما إيش يأكل؟ الكفن. بعد ما يأكل كفن ما يلاقي شيء يأكله، فيبقى الدود يأكل في بعضه. سبحان الله. يبقى الدود هذا يأكل في بعضه لغاية تبقى آخر دودة، آخر دودة في الميت هذا، ما تلاقي شيء تأكله فتموت. سبحان الله. أما اللي يقول لك فيه حنشان وفيه خافوا ينزلوا مع القبر، هذا الكلام ما شفناه أبدا. بس وليس لنا. غريب شيخ، لو الواحد يعني يعرف مصيره هذا، وأن هذه نهايته. نعم. وهذا مآله، يعني شلون يسرف في معصية الله سبحانه نعم. لذا نحب نذكر الأخوان، يا أخوان يا أحبتي في الله، كلامنا هذا عن الموت ليس للشؤم وليس للتطير. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. من منا حيكون أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم حتعيش؟ 60 70 80 سنة. سوف تنزل هذا القبر، شئت أم أبيت، غصبا عنك. كل فلوسك، زوجاتك، أولادك، بناتك، كله سوف تتركهم لوحدهم وسوف تذهب إلى هذا الموت. لكن العبرة، وأنا أعرف أن الكل يعرف أن الموت حق، وأعرف أن الكل يعرف أنه سوف يموت، لكن الحكمة ماذا أعددنا لهذا الموت؟ ماذا أعددنا لهذا الموت؟ كل ما تيجي تسأل واحد: يا أخي الموت، ذكر الموت، يقول لك: يا شيخ أدعي لي. كيف أدعي لك وأنت إذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ غير أنت من نفسك. كل هذا الجمال وهذا المكياج وهذه الفلوس وهذه السيارات الفارهة فين تروح؟ والله لو أعرف إنه واحدة من هذه الحاجات حتنزل معي القبر لبعت أبويا. لو أعرف إنه الفلوس، ولو كان بعت أبويا عشان الفلوس حقتي تنزل معي القبر. وين راح؟ والله غسلت من الأثرياء، من المليون تعتبر عنده ريال، أقلبه على جنبه الأيسر والأيمن وأقول له: فين فلوسك؟ فين زوجاتك؟ فين بناتك؟ فين سياراتك؟ فينك وانت ماشي زي تتمخطر زي الطاووس فرحان بفلوسك؟ الآن فين هذا كله؟ وأحب أنبه هنا يا شيخ، لا يفوتني في هذا المجال، وهذه لأول مرة تذكر قبل ما أحضر هذا اللقاء بأسبوعين. والله يا شيخ لسه موجودين 3 من أولاد رجل ما وقفوا لا على صلاته ولا على دفنه ولا على شيء. تخيل 3 أبناء. ليش؟ هذه لم أذكرها لسه، ولغاية الآن يعني أنا متأثر فيها. عياله ما صلوا عليه. 3 من أولاده وأبوهم مبسوط. عشان ليش؟ أمه
ليش الأب يروح يتزوج في دولة ثانية على واحدة؟ لأن هذه أم الأولاد رفضت إنها تحضر معاه في هذا البلد، فقام الرجل يبقى يحفظ دينه فتزوج من البلد هذه. ليش اتزوج من البلد هذه والأموال دي كلها ولا واحد من الثلاثة يوقف؟ جيت للابن الكبير تعال ساعدني في غسل أبوك، يقول لي أنا دايخ. قلنا دايخ، تعال للوسطاني، قال أنا ما أقدر أشوف أبوي وهو بيتغسل. الصغير لسه ما جاء من أحد الدول جاي. طيب جينا للصلاة. الصلاة الكبير جلس في السيارة قال أنا لسه ما زلت دايخ. وفي الدفن لا زال، راح للمقبرة وما راح لأبوه دايخ. ونفس الحكاية. استغربت لما جيت سألت رحيم اللي هو جابني عشان أغسل هذا الرجل، قال لي القصة هذه كله عشان أتزوج. طب أبوك الآن موت، هذا موت، وهذا ساب لكم كل الأموال دي كلها، ما تتعظوا؟ مو بكرة حتروح أنت نفس فين يروح أموالك؟ فالجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، كما عملوا في والدهم سوف يعمل بهم. وسبحان الله جمع الأموال وتعب طول حياته، حتى الصلاة ما صلوا عليه. يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمل الصالح. يدخل مع الميت يا شيخ 3، عمله وماله وأولاده، ويرجعوا 2، يرجع ماله وولده ويبقى هو وعمله عمل الصالح. ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجالس عند القبر ويلحد ويقول للصحابة أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. هذا رسول الله. شيخ شنو الأمة غافلة عن هذه الحفرة؟ ترى الأمة شيخ في غفلة عن المصير هذا. هم عارفين هذا المصير لكن بيتكابروا، يبغوا ينسوا يا شيخ. الله يقول يعني ذكرت لك من التطير إنه ما يبغوا يذكروا الموت، وصل بهم التطير إنه ما يردوا عليه السلام باليد. وإنه بعض الإخوة الزملاء لي في العمل إنه يوم اللي يشوفوني جاي يروحوا من الشارع الثاني، يظن إذا ذكر الموت راح يقترب الموت. نعم. مع أن الأمر محدد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأنا لست بملك الموت، أنا ما لبستم له حتى يخافوا منه. ملك الموت جاهز ومعدود متى كل واحد، فيقول له الله سبحانه وتعالى كن فيكون. شيخ أنا قرأت في جريدة لك قصة عن ميت والعياذ بالله قبل ما تغسله شفت نمل يخرج من جسده. طبعا أنا يعني واحد يخاف صراحة، وهذا لعلها من والعياذ بالله من علامات السيئة للإنسان يموت، أو على الأقل يكون في سبب، يعني ما صار شيء، حكمة عند الله سبحانه وتعالى. الله يعلم ليش الحكمة أن يجعل رجل يخرج من جسده نمل، قد يكون عبرة لمن خلفه أو لمن حوله. أنا ودي شيخ أسمع منك القصة، والمشاهدين ودهم يسمعون هذه القصة، لكن تأذن لي شيخ عندنا فاصل نرجع لكم لنسمع هذه القصة. أهلا بكم من جديد. شيخنا ميت ويطلع من جسده نمل، هذه يعني أول مرة نسمعها يا شيخ. هذه القصة من حوالي 17 سنة وأنا متحفظ عليها. ليش؟ لأن العقل البشري صعب إنه يستوعبها. وكرر ثاني مرة أقول إنه أي واحد عنده بعد على الله ما يستغرب هذا. أي واحد عنده بعد عن الإيمان ما يعني حيستغرب على ذلك. لكن لو وقف أي واحد فينا قدام المرآة ويكلم نفسه يقول هذه الطيارة فيها 400 راكب كيف تطلع في الجو؟ هذه السفينة فيها اطنان كيف تمشي في البحر؟ لو قارن الإنسان كيف الحيوان أكرمك الله يمشي على 4 ونحن نمشي على 2 ما يستوعب. لدرجة إنه الزلازل والبراكين والفيضانات كل هذه قالوا عوامل طبيعية. طيب أين العقل البشري؟ العوامل الطبيعية هذه مين اللي سخرها؟ طبعا رب العالمين، الله على كل شيء قدير. نعم، فيستغرب ذلك على الله سبحانه وتعالى إلى أن شجعني أحد الإخوة إني أنشرها. وهي قصة غريبة جدا، يعني لو كان في ذلك الوقت يعني كان يحضرني الكاميرا كان
صورت هذا، يعني رجل في العقد السابع، يعني عمره فوق تعدى 60 من العمر، وفي غرفة 4 في 6، أرى وجهي أكرمك الله في البلاط من لمعانه. يعني أثرياء ناس. أرى وجهي زي المراية في البلاط، في غرفة، في سرير نوم لوحده، وهناك 3 من الخدم يخدمونه. 3. دخلت وجهزت عدتي وجيت أجي أكشف عنه الغطاء. يعني شفت، أنا أوصف لك الوصف بالنسبة للأرضية وكيف النظافة. يعني استغربت، أبغى أشوف نملة واحدة ماشية في الأرض ما في. النمل هذا يدخل من أنفه ويدخل على أذنه، أو من أذنه يخش على فمه. أعوذ بالله. مل جسمه كامل زي ما ترمي حلاوة أو لبانة في الأرض وتيجي تشوف النمل عليها كيف يصير. طيب هذه الحالة ما هي موجودة في كتب ولا في فقه الأموات، كيف تصرف؟ عفوا شيخ، هو ميت، النمل قاعد يطلع من أنفه ومن تجاوز جسمه. نعم. وله ترى عشان يكون علمك ما له إلا ساعة في الموت، يعني لا تقول إنه له المكان غير مكيف. أو أيام صار له. لا، أو أيام. مكيف و3 يخدمونه، 3 من جنسية غير مسلمة يخدموه. إيش سويت شيخ؟ اتصلت بأحد المشايخ رحمة الله عليه، فقال لي اجتهد يا شيخ، ايش تبغاني أسوي لك؟ أنا أحكم لك على، تبغاني أفتي لك على كيفية الغسل، كيفية الصلاة، كيفية الدفن، أعطيك فتوى عن هذا، لكن هذا موقف بينك وبين الله. ايش تبغاني أقول لك؟ أقول لك أحرق الميت؟ اجتهد يا شيخ. فما كان مني أنا الصعوبة مو مشكلة الصعوبة إني كيف أتصرف، وما في أحد من أولاده يبغى يخش يساعدني. أولاده كانوا موجودين؟ أولاده موجودين، ما رفض أحد يساعدني. حفيده هو اللي دخل يساعدني. حفيده هو اللي دخل يساعدني. إيش تصرفت؟ شلت الرجل هذا بنفس الشرشف اللي هو نايم عليه، وغطسته في البانيو، في المويه، في البانيو حق المسبح. فبدأ النمل يطفو بعد ما عبيته مويه. طبعا سديت الأنف واليدين بالقطن والفم، فبدأ النمل يطفو على فوق، وأفرغ أسحب المويه وأرجع 2 3 حتى وجدت إنه إيه، نظف شويه. فلما جينا شلناه على هذا بقى، لما فكيت القطن شويه من هنا بدأت حبة 2 تطلع منه. النمل يطلع من جسمه. هذا شيء غريب يا شيخ. هذه قعدت فيها 4 أيام أنا ما أنام. حتى الحالات يتحمل المنظر، حتى الحالة كثير من الأخوان اتصلوا فيه ما صرت أنام يا شيخ. نبيل، أنا ما أقول لك غسلت 5 ولا 10، أنا كنت ماسك أكبر مقبرة في محافظة جدة مسؤول عنها لوجه الله تطور. أقول لك غسلت المئات، ما أقول لك 2 ولا 10، مئات. وأذكر في يوم جمعة صلاة ظهر إنه الموتى مرصوصين. أول مرة في حياتي أغسل 7 حالات في فرض واحد. غسلت هذا العدد وتأثرت ب96 حالة موجودة عندي بالاسم والتاريخ والصورة تصريح الدفن. ودخلت في 5 حالات المستشفى وأنا مصاب بانهيار عصبي، حتى زيع في الانترنت إنه الشيخ عباس مات بسبب اللي شفته. بسبب اللي شفته. طيب هذا اللي قاعد يطلع النمل من جسمه شيخ، احنا الحين أيوة. هذا أنا استغربت، لأنه أولاده أول شيء ما أدوني ريق. وصل بهم يعني شوف، وصل بهم بالتقليل من مغسل الموتى. لما جيت خارج رايح، فزهمني الابن الكبير، قال لو سمحت يا شيخ شوف الغداء جاهز مع السواقين. شوف الدرجة كده، يقول لي الغداء جاهز مع السواقين محطوط إذا تبغى تاكل. أنا صراحة أتأثرت في الموقف ده، تأثرت، لكن قلت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حورب من أقرب الناس له، فلازم أتحمل الأجر. فقلت له كلمة واحدة، قلت له هذا اللي جوا اللي غسلته من هو؟ قال أبويا. قلت يكفيني شرف إني أنا غسلت أبوك. وجيت ماشي، ولحقني حفيدي له، لحقني أنا في سيارة وحاطط يدي على الدركسون وأعصابي خلاص دعم. ما قدرت، خلاص أعصابي منتهية. كل هذا اللي سويته أنا أحتسبه لوجه الله، لكن يجي آخرتها هذا الابن. الشيخ شنو السبب اللي كذي صار؟ نعم، هذا أخوه الحفيد رجع يراضيني، يعني لما شاف الأخو جي يراضيني. قلت له هذا كله ما يهمني، أنا بدي أعرف أنت شفت اللي أنا شفته أنا وياك.
أبغى أعرف كيف النمل هذا جات. أنا لي 21 سنة أغسل، ما شفت الحاجات دي. فقال لي يا شيخ أنا عشان لا يعني ألام وحاسب عند الله سبحانه وتعالى، أنا أقول لك على حاجة أنا ماني متأكد منها، لكن أقول لك يا عن أمي إنه هذا جدي كان يضرب والدته، كان يضرب أمه لدرجة الضرب المبرح، الله يكرمك، يعني ما يضرب البهيمة. وجو أولاده وكلهم شالوا الأم للمخفر للشرطة عشان تقدم شكوى وهي ما هي دارية، وتقدم شكوى في هذا الابن اللي كان يقول درجة إنه من قوة الضرب إنه يرفزها برجله، يرفز أمه. يقول وديناها للشرطة عشان تشتكي وتقدم محضر، وتيجي تقوم قدام الضابط أبدا كل أولادي دول كذابين، أنا طحت بنفسي. شوف قلب الأم كيف، وكان عاقل. آثار الضرب فيها، وفي الآخر تقول أنا طحت. ما هن عليها تدخل ولدها السجن. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. طبعا ساءت خاتمته يمكن لعقوقه لأمه، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، يعجل الله العقوبة وهذه كثيرة، وهذه كثيرة يا شيخ. هل سمعت أن ابن وأمه على فراش الموت عشان المخدرات يبغى فلوس، ما هو قادر يحصل إلا من أمه، يستنى لغاية ما تموت، ما استنى أن ربنا يأخذ وديعته، فأتى بماسورها، عندي صورتها، أتى بماسورة وضرب أمه على فكها، على فمها في المستشفى لغاية ما ماتت. ليش ضرب على فمها؟ عشان طقم أسنانها كله ذهب خالص. أعوذ بالله. عندي صورة الطقم وحاطين وجه الأم والدم يخرج منها عشان يبيع هذا الطقم ويأخذ مخدرات. نسأل الله العافية. طبعا هذا عقوبته فقط في الدنيا، هذا النمل الذي خرج من جسده أو هذا ذاك الذي حصل له ما حصل، طبعا هذه كلها عقوبات في الدنيا قبل عقوبة الآخرة، نسأل الله العافية. شيخ الوقت تقريبا انتهى الحلقة، لكن إن شاء الله لنا موعد وإياك إن شاء الله غدا شيخ. غدا إن شاء الله الشيخ عنده يعني أيضا بعض الغرائب في تغسيل الأموات، بعض بدع الناس وخرافاتهم في دفن الأموات، في المقبرة نفسها، في العزاء نفسه. شنو قصة الرجل الذي قبضه الله عند المقام، أو قصة التي دفنت في بيت خديجة، أو قصة ذاك الذي اسود وجهه وهو يغسل، وغيرها من القصص اللي كلها راح إن شاء الله تسمعونها وتشاهدونها غدا بإذن الله عز وجل. لنا لقاء مع فضيلة الشيخ عباس بتاوي، نلقاكم إن شاء الله إذا كنا من الأحياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يصير المرأة تغسل رجل أو رجل يغسل امرأة؟ رائحة خرجت منه أقوى من المسك. راح يصلي على ميت قبض نعم. الله روحه. نعم. وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا لما جيت أغسله كان لونه عادي طبيعي، بدأ السواد ينزل هنا من جبينه إلى عينه. الله يحسن خواتيمنا. قالت يا شيخ ترى جوزي مات على جنابه. جابوا له المويه قبل يرفعها على فمه، قرور قبل يرفعها، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. ما كمل القزازة، وتخش أمه يا شيخ تلطم فيه، تلطم في خدها، تهزه تمسكه من حوايجه، تقول له قوم يا فلان، أنت ما أنت ميت، أنت دوبك تاكل. مو مصدقة. تقول له تخبط فيه، تقول له أنت ما أنت ميت، قوم. يعني كان منظر رهيب. يا أخوان ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا.